هي أكلة الكرنتيكا. هذه الأكلة التي تتميز بها ولاية وهران عن باقي ولايات الوطن من خلال تحضيرها وكيفية طهيها. العديد من المواطنين ما إن زاروا الولاية إلا وتذوقوا طبق الكرنتيكا. تقرير محمد ونان. طوابير من المواطنين فيهم الغني والفقير تجمعوا أمام هذا المحل وسط المدينة، لا لشيء سوى الظفر بهذه الأكلة الشعبية المسماة الكرنتيكا. جيت لوهران، وهران شابة، فيها حوايج صوالح بزاف. تحب خويا لا كلاس الفوق كاين، تحب خويا موان شار كيما القرنطيطه ما شاء الله. احنا في صيف ما عندناش. فوهران معروفه بالكرنتيكا، هذه زعما تروح في اي بلاصه وهران معروفه بالكرنتيكا. هي حقيقه اصلها اسباني وكل شيء منها، بس اشوارها معروفه وهران بالكرنتيكا. الكرنتيكا التي داع صيتها حتى خارج الوطن أضحت تمثل حضارة وهران وتاريخها القديم التي يعود إلى عهد الاستعمار الإسباني. وهذا الأصل تاعها كما يقول مرجع تاعها، كما يقول الكاتب الهواري رحمه الله، شايل الهواري، الأصل تاعها إسباني. هذه ما فيهاش حاجة صعيبة، حمص زيت ملح شوا باش تفرق على الأخرى برحطب. هذه طيب رحطب الأصل كما قعدنا محافظين الأصل تاعها اللي هو القرون القديمة تاعها، كما بدات كما دخلت في وهران قعدنا محافظين الطيبة تاعها برحطب. هذا باش الميزة تاعها. لا البيتزا ولا غيرها استطاعت أن تعوض الكرنتيكا التي تميز البهية وهران عن باقي ولاية الوطن، فشهية طيبة لمن تذوق هذه الأكلة. تعرف رياض